بس برضه ارجع برضه. اوقات بيقسوا على اللعيبه. بيقسوا على اللعيبه، قال لهم معلش زي ما اللعيب بيديكم شجعوه. صح. يعني زي ماتش صن داونز الاخير، جه فينا في الجون في الدقيقه كام؟ صح. واحنا كسبانين واحد، بس ما فيش توفيق من عند الله اللي انا اوصل النهائي. طلعت من الاستاد القاهره غضبان عشان حاجه واحده، عشان 80,000 ولا 70,000 دولار روحوا زعلانين. طبعا. بس اللعيبه غصب عنها ادت الاداء اللي عليها وجاي فيها جون في الاخر. عادي مش مشكله. طب انت لما بتلف بقى، قصدي الرهبه بتاعه نزول الملعب والجمهور، لو في اهلي او زمالك عشان انا بعشق جمهور. طبعا. وحتى جمهور الزمالك ممكن لو انا في جمهور من نصهم ممكن بيحبوني. اوكي. مش مكروه والله. الحمد لله. لا دايما يا رب. ولا مكروه من جمهور الزمالك لا. يمكن لعيبه الزمالك القديمه كلها، الجيل القديم بيحب حاجه اسمها محارس. وانا مش قريب ليهم، مش معاهم طبعا. بس اعرف ان انا اما انزل ملعب بسلام عليك يا عم حارس، في حب برضه لعم حارس الغلبان. صح. طب مين اقرب لعيب قريب منك؟ بص النهارده الجيل النهارده كلهم النهارده بصراحه، النهارده عندنا لعيبه طبعا. قائد الفرقه كابتن محمد الشناوي طبعا. ده طبعا قائد كبير طبعا ده. طبعا. وداخل غرف الملابس ليه وجهه وليه احترامه مع اللعيبه وليه كل حاجه. كابتن محمد الشناوي، اسامه محمداني وياسر ابراهيم والكابتن حسين الشحات بتاع الغلابه، بيحب الغلابه. ايوه. والكابتن امام عاشور بقى ده حاجه ثانيه. ده هزار بقى الدنيا. ده هزار وبيحبنا طبعا. وامام عاشور ده مش عارف اقول لك عليه ايه، ولا هو ولا كابتن حسين الشحات. كابتن حسين الشحات دوت ربنا يكرمه ربنا يزيده على اللي هو بيعمله مع الجهاز المعاون. اخر مرتب اخر الشهر اللي هو بيعمل لهم ايه، مش مهم لو بيديهم ايه، بس اقول لك ربنا يكرمه اللي هو بيعمله معاهم. وزيزو حسام امام عاشور طبعا ده حبيب، بيجي يدينا حاجات فرضنا له واحد. طب زيزو بقى ايه علاقتك بيه؟ لا زيزو طبعا لسه بيخش في المول بتاعنا طبعا. دخل في المول بتاعنا ابن نادي الاهلي خلاص. سيبك خلاص ابن نادي الزمالك خلاص. موضوع الاحتراف والكلام دوت طبعا هو ده اسهل حاجه. ده اسهل حاجه. ده اصبح اللي هو يقرب لنا، يقرب خلاص. ده هو بواحد من ايه، بنقول ايه، بقى واحد من عيله نادي الاهلي. اوكي. علاقتك بيه حلوه لا زيزو من ساعه، من الاول، حتى ما كان في الزمالك كان في نص الملعب بيسلم عليا. ايوه. وما جه طبعا النادي الاهلي طبعا عشان كان بيلعب في غرفه غير الغرفه، وجه النهارده بيلعب في الغرفه بتاعتي. ايوه. اصبح النهارده بقى معايا بقى حاجه ثانيه خلاص. صح. بقى قريب. ايوه. ما كانش بعيد اللي انا كنت اشوفه بس في تسخيف الزمالك اسلم عليه بس، لكن النهارده اصبح معايا اللي هو بعد التسخيف بيجي لي الغرفه ثاني.